السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم خوتي في القناة نتاعنا الجديدة. ما تنساوش تعملوا لنا جيم واشتراك في القناة، بارك الله فيكم. أعلنت صحف عربية إنهاء قناة الجزيرة لتعاقدها مع الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر الذي كان يعمل في قناة الجزيرة منذ 26 عاما. وبينما لم تكشف قناة الجزيرة عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإقالة، تحولت الإقالة إلى موضوع الساعة في المغرب والجزائر، خاصة وأن بعض المصادر ربطتها بتغريدة سابقة لناصر هاجم فيها الجزائر وسوريا. وقال أحمد حفصي وهو إعلامي جزائري مهتم بالشؤون السياسية في المنطقة عبر تويتر: لو كان طرد مذيع القيلولة علاقة له بالتغريدات المسيئة للجزائر وسوريا، الأجدر أن يتم طرد فيصل القاسم وليس ناصر عبد الصمد. وتابع قائلا: لا أتصور أن قيادة بلد يمارس سياسة القوى الناعمة تتدخل في قرار إداري مهني في شبكة الجزيرة وتلجأ لطرد صحفي مغربي ليس من بين أعمدتها بسبب مجرد تغريدة على الجزائر أو سوريا. وأضاف حفصي في ذات السياق أن القرار يكون له علاقة بمجريات تحقيقات في قضية اختراق هواتف مذيعي ومدراء قناة الجزيرة أو مسألة أمن قومي قطري. وعزز الإعلام الجزائري تحليله بتغريدة ثانية قال خلالها أن السيناريو الأقرب وما علاقة ناصر عبد الصمد. وعزز الإعلام الجزائري تحليله بتغريدة ثانية قال خلالها: السيناريو الأقرب وما علاقة ناصر عبد الصمد. وفق نتائج التحقيقات التي أجراها مختبر سيزن لاب المختص في الأمن السيبراني، فإن الهجوم الذي استهدف 36 هاتفا يعود إلى صحفيين ومنتجين ومذيعين ومدراء تنفيذيين في قناة الجزيرة تم باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية. واستطرد قائلا: السؤال الذي يطرح بقوة: هل كان ناصر عبد الصمد الحلقة المفقودة في عملية الاختراق؟ ما يعزز هذه الفرضية هو مسارعة الكتائب الإلكترونية المغربية لمهاجمة دولة قطر واتهام الجزائر بالضلوع في عملية طرد المذيع ناصر عبد الصمد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.